السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا البريوش اللي دار ضجه كبيره في مواقع التواصل مؤخرا. كلشي كيهضر عليه، فاليوم جربته وقلت نشاركه معكم. كنتمنى ينال اعجابكم. بريوش اللي كيجي واعر واعر بزاف شكلا ومذاقا بطريقه مبسطه ان شاء الله. اللي جربته اكيد غادي ينجح معاها. ما تنساونيش بلي كومونتير، ما تنساونيش بجيم وابوني. البنات اللي ما مشاركيش معايا دخلوا شاركوا معايا فضلا وليس امرا. ندوزو مباشره المقادير. اول حاجه عندي كاس الحليب دافي، ثلث كاس ديال سنيده، ثلث كاس ديال الزيت، قشور ليمونه، الملح، دانون مسوس، خماره بيضه، معلقه كبيره ديال خميره الدار ومعلقه كبيره ديال الزبده، والدقيق تقريبا عندي نص كيلو 500 غرام. اول حاجه نبدا بها بسم الله هي الخميره. في واحد الاناء ندير الخميره، نزيد عليها سنيده وغنزيد الحليب. كيف ما قلت لكم الحليب يكون دافي، دفيوه وغادي نحرك حتى وكان تذوب لي هذيك الخميره مع سنيده. بالنسبه لسنيده عندي ثلث كاس، واصل تقريبا قريب لنصف كاس. صافي غادي نبقى نخلط هنا كيف ما شفتوا مزيان بالفوي. وغنضيف ثلث كاس ديال الزيت، غنضيف شويه القشور ديال الليمون اولا قشور حامض اللي عندكم ديروه. غادي نضيف بيضه، وغنضيف يوغورت بدون سكر اولا دانون مسوس. غنخلط المكونات هنا مزيان، ومباشره غادي نبدا نضيف في الدقيق هنا البنات راه غربلته كيف ما قلت لكم. هنا راه عندي نص كيلو قد 500 غرام. هنا عبرت 5 الكيسان بقياس كاس العنبه، نفس الكاس اللي تعبروا به الحليب عبروا به سنيده والزيت والدقيق. هنا كما كتشوفوا كنبدا نضيف بالتدريج. هنا درت تقريبا واحد الكاس ديال الدقيق، ضفت خماره وشويه ديال الملحه، خماره وزن 8 غرام وشويه ديال الملحه. غنخلط بالفوي وغادا نستمر في نضيف التدقيق نضيف الدقيق بالتدريج. صافي هنايا ملي شفت العجين بدا يتقال ليا شويه، غادا نكمل بايدي. غادا نبدا نضيف الدقيق وانا كنخلط بايدي حتى وكان تجمع ليا العجين، ولكن ماشي تجمع، غتبقى مرخوفه. المهم هانتوما غتشوفوا ما نسبقش الاحداث. هنا كيف ما قلت لكم البنات عندي نص كيلو ديال الدقيق، غادا ندخلها كامله تقريبا، غيبقى منها قياس واحد 2 المعالق كبار. صافي مني غادي نشوف العجين ديالي قرب يتجمع ليا، غادا نحبس. هنا قبل غادا نضيف واحد المعلقه كبيره كما كتشوفوا ديال الزبده ديال البواطه. خرجوها من قبل من الثلاجه البنات من الاحسن باش ما تعذبكمش ملي تبغوا تدخلوها في العجين. هنا كما كتشوفوا العجين راه باقي مرخوف، ما بغيتش نزيد ليه الدقيق لانني غادا نقسمه، والنصف غادا نزيدو كاكاو مر. هنا حاولوا البنات تقسموا العجين نصفين اللي يكونوا متساويين. النصف غادا نزيدو الدقيق حتى وكان يتجمع ليا. هنا زدت تقريبا البنات واحد 2 المعالق حتى 3 المعالق كبار ديال الدقيق حتى تجمع لكم هذاك العجينه، ولكن ما تكونش قاصحه، خلوها مرخوفه شويه. صافي غادي نبقى نخلط حتى تجمع ليا، وغادي ندهنها بشويه الزيت ونخليها. نفس الطريقه بالنسبه للنصف الاخر غادي نزيد هنا معلقه كبيره ديال كاكاو مر. من الاحسن تاخذوا نوعيه جيده. الكاكاو مر كيف ما قلت لكم خذوا داك ديال العبار كيكون احسن. صافي غادي نبقى ندخل فيه هذاك الكاكاو حتى تجمع ليا حتى هي. وصافي هنا كما كتشوفوا البنات من بعد ما جمعتهم بجوج دهنت الوجه ديالهم بشويه ديال الزيت. غادا نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغنخليهم حتى يختمروا يضاعف الحجم ديالهم، عاد غنسرحهم. هنا خداو ليا في الوقت تقريبا 45 دقيقه 45 دقيقه باش اختمروا ليا. هنا كما كتشوفوا البنات خديت ورق الطهي، رشيت عليه هكا شويه ديال الدقيق
وغنبدا بهاد الكرة اللي فيها الكاكاو. خويتها من الهواء وغنحاول نسرحها. من الاحسن ترشوا شويه دقيق باش تفاداو انها تلتصق. هنا كما كتشوفوا البنات غير كنبقى نسرحها وانا كنقلبها باش نتفادى انها تلتصق ليا. صافي غنكمل بنفس الطريقه البنات حتى تلتصق حتى تسرح ليا كامله. عاد غادا نمشي لهذيك الكره البيضاء وغنسرحها حتى هي بنفس الطريقه. هنا مره البنات هكا هزوها باش تفاداو الالتصاق. كيف ما قلت لكم كنأكد على هاد النقط بالنسبه للمبتدئات باش ان شاء الله تنجح معاكم. هنا هذيك الكره البيضاء حتى هي بنفس الطريقه كنخويها من الهواء. غادا نرش سطح العمل بالدقيق وغادا نسرحها مباشره هنا على سطح العمل. هذيك الكره الاولى سرحتها على ورق الطهي باش نحيد هذاك الورق ونسرح هذه الكره البيضاء. رشوا مزيان شوي هذاك الدقيق سطح العمل بالدقيق باش تفاداو العجين يلتصق لكم. وكنأكد كل مره البنات قلبوها الجهه الاخرى باش ما تلصقش لكم. الطريقه راها واضحه البنات، راها سهله بزاف، ما فيها حتى شي صعوبه وحتى شي تعقيدات. تبعوا فقط الطريقه وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وراه ان شاء الله غتنجح معاكم. صافي هنا كما كتشوفوا البنات كنحاول نسرح تقريبا بنفس الحجم اللي سرحت به هذيك الكره الاولى. حاولوا ديروا على شكل مستطيل. وصافي هنا من بعد ما سرحتها غناخذ هذيك الكره الاولى اللي ديجا سرحتها وغنديرها فوق هاد الكره البيضاء. وكنحاول هنا كما كتشوفوا كنحاول نديرها عليها باش يكونوا متساويين. وهنا البنات خديت شوكولاط الدهن وحاول ندير هكا واحد الخط بشوكولاط الدهن. بغيتو تزيدوا شويه الكاوكاو اولا اللوز مهرمش اولا بيبيت شوكولا حبيبات الشوكولاط. المهم كتبقى مساله اختياريه، اي اضافه بغيتو تضيفوها كتكون اضافه زوينه. انا هنا اكتفيت فقط بشوكولاط الدهن وصافي كنرولي هكا. تقريبا هنا خليت الثلث. غادا نقطعوه هكا كما كتشوفوا البنات بهذيك القطاعه ديال البيتزا. وصافي هنايا مني غادي نكملهم كاملين. غادي نحاول نديرها هكا على شكل ضفيره ولا فحال الباكيت تقريبا. ما تلويوهمش بزاف، غير 3 ولا 4 تلويات صافي. المهم من تلويوهم هكا كل سطر حاولوا ديروه، حاولوا ترجعوه للمكان ديالو باش يجي مقاد. وصافي غنكمل بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين. كنلويها غير 3 ولا 4 تلويات صافي. الطريقه راها سهله البنات، راها ناجحه 100% بالنسبه للمبتدئات. واخا تكون اول مره راه غادا تنجح معاك، راها سهله بزاف ما فيها حتى شي صعوبه. العجينه ديالها سهله، ملي كتبغي تسرحيها ما كتلقايش معاك داير شي صعوبه. والطريقه راه سهله بزاف. صافي هنايا كما كتشوفوا كملتهم كاملين بنفس الطريقه. وغادا نجمعها عليها صافي. هنا ديجا دهنت المول ورشيته بالدقيق حطيته في الثلاجه. المول كنأكد البنات دهنوه حتى للفوق حتى توصلوه للفوق، دهنوه كامل، دهنوه مزيان باش تفاداو شي انها تلتصق لكم. هنا كنحاول نلصق هذوك الطرفين ببعضياتهم باش ما يتحلوش ليا كيف ما كتشوفوا. وصافي هنايا غادا نغطي عليه بالبلاستيك الغذائي وغادا نغطيه بشي، انا درت لها واحد المينطه وخليتها تقريبا ما خداتش ليا بزاف، خدات ليا هنا تقريبا واحد نص ساعه صافي واختمرت. خليوها تختمر مزيان البنات، خليها تاخذ وقتها في الاختمار باش تجيكم زوينه. هنا خديت اصفر بيضه ضفت عليه معلقه كبيره ديال الحليب وواحد القطرات ديال الخل وصافي دهنت هاد البريوش ديالي كما كتشوفوا. وصافي غادا ندخلو الفران. هنا من بعد ما خرجتو راها باقا سخونه البنات كما كتشوفوا الشكل ديالها راه كتجي غزاله. كنأكد عليكم مني دهنوا المول دهنوه حتى الفوق كما كتشوفوا راها كتجي طالعه. صافي هنايا غادي نقلبها في الطبيسيل. ملي تبغيو تقطعوها البنات خليوها حتى تبرد تماما،
خليوه على الاقل واحد نص ساعه حتى تبرد على خاطرها، عاد قطعوها. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا البنات. راه كيجي غزال غزال واعر كيف ما قلت لكم، شكلا ومذاقا شي حاجه طوب. اللي جربته راه اكيد ما غتندمش وغادي يولي معتمد عندها، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه وتشاركوا معنا بشي تعليق. هنا كما كتشوفوا نقطع معكم طريف تشوفوا كي كيجي من الداخل، راه كيجي رطب بزاف وهشيش وقطني، رطب من الكيك كيجي واعر. وصلنا هنا لنهايه الفيديو، كنتمنى البنات اللي ما مشاركيش معايا دخلوا شاركوا معايا فضلا وليس امرا. شكرا لكم على الدعم، شكرا لاي وحده كتخلي لي تعليق زوين. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ونتلاقاو ان شاء الله عما قريب فيديو جديد. السلام عليكم.